اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. احنا النهارده فين؟ احنا النهارده من المطبخ. يوميات بوتا. دوس لايك واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد وكل مفيد من يوميات بوتا. صباح الفل، صباح التفاؤل، صباح حسن الظن بالله. عايزه اقول لكم انا قمت لقيت المطبخ كده، يعني ايه الحوض بتاع المطبخ، بصوا مطوس كده يا جماعه زي ما انتم شايفين ومطفي كده، فمش احسن حاجه. وبعدين بصوا في تغيير كده على الحوض بتاع المطبخ من كتر الغسيل والمواعين والحاجات دي. وبعدين بصوا الحاجات الاستانلس مش بتلمع احسن حاجه زي ما انتم شايفين. فهنعمل بقى بثلاث مكونات بس، نخليه زي الجديد بالظبط. هما ثلاث مكونات موجودين في كل بيت. حاجه سهله يعني. دوسي لايك بس واشتركي في القناه وصلي على النبي عشان يوصلك كل جديد وكل مفيد من يوميات بوتا. هنبدا بقى بالمكونات. هنجيب بخاخ فاضي، وهنجيب خل، وهنجيب كلور، واي صابون مواعين عادي عندك يعني. هحط المكونات دي على بعض. المقادير عاديه، كل حاجه شويه شويه شويه، وبس ما تكتريش عشان البخاخ البلاستيك لما بيبقى فيه كلور على خل وبيقعد مده طويله بيبتدي البخاخ يتني، يعني الهواء اللي فيه دون يتني كده يكرمش. ف... فحاولي ان انتي ما تعمليش كميه كبيره، يعني يا دوبك الكميه اللي هو تكفيكي التنظيفه دي وخلاص. هحط المكونات على بعض. عايزه اقولك هتحطي شويه 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 خل وشويه كلور. انا بجيب كلور سايب على فكره، في حد عندي في اطلس في حلوان بيجيب كلور سايب حلو قوي. واي حاجه بقى بريل، يعني اي مسحوق عندك بتاع مواعين هتحطي شويه شويه شويه. وارجع لكم تاني. هنبتدي بقى. بصوا يا جماعه نبخ كده. نسيبها 5 دقايق. كل الاتساخات دي ان شاء الله هتلاقوها انتهت. ثواني بس اشوف بس البخاخ مش راضي يبخ. هنسيب دقيقتين على الحاجة ونرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني. بصوا يا جماعة بعد النقع ابتدى يشتغل، يعني يا دوبك انتي بس هتخليه 5 دقايق. هنبتدي بقى ندعك. دعكة بسيطة، يعني عايزة اقول لكم ان مش فظيعة، بس صدقوني والله هتدعولي يعني. بصوا الاستانلس هيرجع جديد. طبعا عايزه اقول لكم ان انا بصور بايد وبدعك بالايد التانية، بس صدقوني يا جماعه. بصوا وسلكه ناعمه يعني مش خشنه. بصوا هتبرق. هرجع لكم الاستانلس. الخل مع الكلور بيخلي الاستانلس يرجع احسن من الاول، واي اتساخات كانت موجوده بيدوبها على طول. هندعك دلوقتي الحنفيه بتاعت الفلتر. بصوا برضو الرخام كله. هنشطف
نشطف الكلام ده كله ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم بعد الوصفه، نشفت ده كله وشطفته. بصوا يا جماعه، بصوا النظافه. بصوا بقى الحوض، عايزه اقول لكم بقى حاجه كده بتبرق زي ما انتم شايفين كده. وبصوا الخلاطات على فكره بترجع جديده خالص، يعني بصوا بسم الله ما شاء الله بترجع زي، يعني على فكره الحاجات دي بلاستيك مكان لزق ومكان الاسمنت والحاجات اللي هو التشطيب بتاع الشقه. فبصوا بس الاساسي بتاع الاستانلس زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. بصوا الحوض رجع جديد من الوصفه اللي احنا قلناها. بصوا رجع جديد. طبعا عايزه اقول لكم ان انتوا لو صبرتوا عليه، يعني انتوا لو مش مستعجلين، يعني انتوا لو عندكم وقت، لو انتوا مش مستعجلين هتبتدوا تعملوا ايه، الاصفرار ده تبخوا عليه فهيبتدي يطلع مع الوقت. يعني كل يوم لما تيجي تعمليه او يوم في يوم مفيش لما تعمليه. بصوا الاستانلس. بصوا يا جماعه ده كده دعكه بسيطه يعني اي كلام، لان انا عايزه اقول لكم ان انا تعبانه اصلا عشان كده بصور لكم من البيت. فعايزه اقول لكم ان هو ما خدش مني دعك خالص، يعني ما سابش ما خدش مني دعك. وبصوا رجع الاستانلس بسم الله ما شاء الله يلمع حاجه كده وهم يعني. وتقدري تعملي بيه برضو الخلطه دي، تقدري تعمليها في الحمام. هرجع بقى اقول لكم على الموضوع. انا عملت بميه دافيه الرخامه، وهرجع اعملها لكم بالزيت الجونسون. ثانيه واحده وارجع لكم تاني. بصوا يا جماعه، عشان التغيير اللي انتوا شايفينه ده مكان الصابون، فهنبتدي نقوم منقطين كده كام نقطه وبالقطنه بقى ونقوم ماشيين. بصوا بصوا بيرجع الرخامه عامله ازاي. بصوا اللمعه بتاعت الرخام. معلش يا جماعه اعذروني في تغيير صوتي ده عشان انا تعبانه بس شويه. طبعا الاصفرار ده من قبل كده، يعني من قبل ما انا اخد الشقه هو الاصفرار ده موجود، فمش بيطلع، مش عارفه ايه سببه. بس انا بحاول ان انا ايه التجيره ما تبقاش فيه تجيره. بصوا الرخام عملت ازاي. طبعا كل اللي جوه ده انا مش عارفه بيطلع ازاي، بس هحاول اعمل لكم خلطات تانية برضو. بصوا الحاجات اللي فيها صدى، الحاجات دي انا مش عارفه هي من ايه، بس انا واخده الشقه كده. بس كل اللي اقدر اقوله لكم ان بصوا هو بيخلي الرخامه ممتازه، تعطير، ريحه حلوه. بصوا بصوا يعني بصوا مكان ما هو مطفي يعني اهو. بصوا لما اعدي عليها يعني اهو، بصوا لغايه هنا اهو. بصوا الفرق بين دي وبين دي. بصوا اهي مجرد ما هعدي عليها كده بصوا اللمعه. بصوا لمعه نعومه بقى ولمعه مش قادره اقول لكم عليها. وتعطير بيمسك في، يعني الريحه بتمسك في الرخامه، بتبقى الريحه فظيعه 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 فظيعه. دوسي لايك واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد وكل مفيد من يوميات بوتا.